باقي بغصن، مبروك الفيلم، ومعروف عندك لمسات دايما لاعمال خيريه واعمال مميزه وكلك عطاء. ما بتخافي من يلي رح يحضرك بهالفيلم يعتبرك عم تستغلي ذوي احتياجات الخاصه بطريقه كوميديه؟ هل هو في استغلال لهيدي الشخصيه؟ يعني انت شفتي في استغلال ولا في طرح بشكل انه نحن عم نقول هول الناس ممكن يكونوا اهم بكتير بالمجتمع من كتير ناس عندهم المصاري والعقل والباور والسلطه وكل شيء. ما حسب انت كيف طارحه هيدا الموضوع. يمكن هيدا السؤال كان قبل ما ينعرض الفيلم، هلا انعرض صار بتقدري انت تعرفي كيف نحن طارحين هول الشخصيات. بمقابله سابقه مع الكاتبه كلود صليبه قالت لي واكدت لي انه هي اكثر شيء لفت لها نظرها بالفيلم هو ادائك الرائع، لانك باحتراف اديتيه. كيف توصفي دورك بهالفيلم للناس؟ هي اول شيء من السؤال. وشو الجديد يلي رح يشوفوا المشاهدين؟ بوصف دوري بقول دور عمري، ومثل ما هي اروع شيء شفته ادائي، انا بلاقي اروع شيء شفته النص بحد ذاته. انا اول ما قريته عشقته. العمل كامل متكامل من نص لاخراج لممثلين لكل شيء. منشان هيك يمكن عم بيلاقي هيدي الاصداء عند الناس الحمد لله. جديده، هو فيلم سينما جديد، كتابه كلود صليبه كمان، ومسلسل كتابه كلوديا مارشليان. بكلمه سريعه ما راح اخرك ابدا، كيف توصفي دورك؟ هل لقيتي صعوبات؟ لقيت صعوبه كثير، بس امنت لإلي حبيب اللي بوثق فيه كثير، لانه دربني قبل التصوير لحتى صرت جاهزه اني اصور على البلاتو. من بعد ما خلق البيبي شو من بعد ما خلق البيبي المربى عليكم، نحن رب خلفنا ومربى عليكم. والجديد حصريا لبروسيتي شو عندك؟ الجديد قلت لك فيلم سينما كمان كتابه كلود صليبه، ومسلسل لكلوديا مارشليان. ميرسي. سلمي لي على بول.